وهذا القصيدة اللي تفطرك ضحكة، أمانة أنها فطرتني ضحكة للشاعر مجلي القبيسي. قال واليوم بعتبرها فرصة والمشدود قد بانخصه واعطي كل واحد خصه والغلطان أقول له غلطان. به طلاب حاجز كرسي وأعماله تضيق نفسي، رايح جاي مثل التاكسي لا حافظ ولا هو فهمه. في ذنه تجلس السماعة طول 24 ساعة، الدكتور وسط القاعة والطالب مولع والهان. ما جا شي من أجل دراسة، هو جا حب في مياسة ويهنجم مشطة راسه غاوي ضمن عدة غويان. يحلق لك حلاقه دوري يبعث ثلث ويبقي ثلثين، مثل أشجار دم الأخوين ما شاء الله وقرع الشيطان. الرجال محسوب طالب وأبوه منتظر للراتب ويجي في النتيجة راسب، يعني بخلل في الميزان. يحلق تايسون أمريكي ويقلد ولا بلجيكي، تشتي تندعى بالشيكي لو ما يعرف إنه إنسان. ويدهون بعلبة فاين والبدلة سفنتيناين، والموضوع قد هو باين ويظن الأوادم عميان. يلبس لبس ما قدريته حازق من وراه نعايته، بايش تطلع عسيته غالي والهيانة مجان. بيواكب زمان الموضة ويقلد على أهل الروضة، فوضى يا جماعة فوضى والخبلة تحب الخبلة. ذي قلنا تجي تتعلم قد مرنين طلعت والكلب، صورتنا نرجع نندم من تعليم بعض النسوان. ذي تمشي وهي تتبختر وبظافيرها تتمظهر، كل ظفور مثل الخنجر والحامورها اشكال والوان. اول ترم تلبس جلباب، وثاني ترم شايله وحجاب، واخر ترم مثل الطلاب كارينا كما شاروخه. يا بالقيس يا دلوعه بالمكياج صرت يشوعه، خلي خلق ربي روعه واحنا نقبله كيف ما كان. اما البنت ذي تتمكيج وسط الجامعه ما تحرج، حتى بعد ما تتخرج ما يختارها الا سكران. في البنت الحياه والاخلاق ولا شوفها ما ينطاق، والله لو حلاها براق مثل البدر ليلة شعبان. هذا بعض من ما عندي قدمته لفذة كبدي، وابني بايثا من جهدي ما يرضى لي يطلع خسران.